في جملة واحدة لو قلتها لأي شخص بيحاول يقلل منك هتخليه يراجع نفسه 100 مرة قبل ما يفتح بقى تاني. مش بس هتحميك من التنمر، دي ممكن تغير نظرة الناس ليك للأبد. والأخطر إنك هتفضل محترم قوي من غير ما تخسر نفسك. كان اسمه آدم، شاب هادي محترم، عمره ما أذى حد، بس دايما بيتقال عليه ضعيف. ليه؟ لأنه مش بيزعق، مش بيرد الإهانة بإهانة، مش بيفضح اللي بيستغله. في المدرسة المدرس كان بيختار ناس معينة تضحك عليه. في الجامعة زمايله كانوا بيتريقوا على لبسه، مشيته، طريقته في الكلام. وفي الشغل مديره كان بيعامله كأنه مش موجود. بس الغريب آدم عمره ما انهار، كان ساكت بس جواه نار. وفي ليلة معينة كل حاجة اتغيرت. الفصل الأول، جرح متراكم في مرة. واحد من زمايله في الشغل اسمه رامي قرر يتمسخر عليه قدام الكل. قال له بصوت عالي: آدم ده لو دخل خناقة مع قطة القطة تكسب. ضحكوا الناس واتحرج آدم، بس كتم الغضب جواه، ما ردش، ما انفعلش، بس راح كتب الجملة دي في نوتة صغيرة: الضعيف مش اللي ما بيردش، الضعيف اللي بيرد غلط. ومن هنا بدأت رحلته لتغيير كل شيء. الفصل الثاني، السر اللي محدش بيحكيه. آدم بدأ يقرأ، مش كتب تنمية بشرية بس، قرأ في علم النفس، في التواصل، في فن الرد، في تحليل الشخصيات. وعارف السر الأول؟ المتنمر مش قوي، المتنمر بيحاول يثبت لنفسه إنه مش ضعيف. آدم اكتشف إن اللي بيغلط فيه مش بيعمل كده علشانه، بيعمل كده علشان عنده صراع داخلي وبيحاول يرمي ضعفه على غيره. وساعتها آدم قرر ما يكونش هو الكيس اللي بيترمي فيه كل قرف الناس. الفصل الثالث، أول رد قلب الموازين، المشهد اللي محدش نسيه. في يوم من الأيام رامي حاول يكرر نفس الفيلم وقال بصوت عالي: إيه يا آدم، شكلك لسه بتاخد مصروف من ماما؟ ساعتها آدم ابتسم، رد عليه بكل هدوء وقال: على فكرة يا رامي، الشخص اللي بيحب يحسن من نفسه بيشتغل على نفسه، لكن الشخص اللي فقد احترامه لذاته بيحاول يضحك الناس على غيره. أنا الأول، أنت التاني، فهمتني؟ الهدوء اللي كان في صوت آدم كان أقوى من الزعيق. الكل سكت، ورامي وشه اتلون وما قدرش يرد. نقطة التحول الأولى، الناس بدأت تبص لآدم بطريقة مختلفة، مش لأنه صرخ، بل لأنه عارف يرد من غير ما يوقع نفسه. في الليلة دي كتب في النوتة بتاعته: قوتك مش في صراخك، قوتك في إنك ترد بأسلوب يخليهم يندموا إنهم بدأوا. الجزء الثاني، السيطرة الصامتة. بعد اللي حصل مع رامي، آدم مرجعش البيت مبسوط، رجع واعي أكتر، فاهم إن اللي حصل مش مجرد انتصار، ده بداية حرب نفسية سلاحها الوعي والكلام الصح في الوقت الصح. آدم كتب تاني في نوتته: كل شخص متنمر بيدور على رد فعل، لو لقيته بيصرخ بيحس إنه كسب، لو لقيته ساكت ومكسور بيحس إنه انتصر، لكن لو لقيته هادي وواصل رسالة قوية من غير ما يغلط بيبدأ يخاف. السر التاني، الناس بتحترم اللي بيحط حدود من غير ما يبقى مؤذي. آدم فهم إن كل علاقة في حياته محتاجة حدود واضحة، مش لازم يشتم، مش لازم يصوت، بس لازم يبقى صريح. في مرة واحدة من الزميلات حاولت تضحك عليه: انت شكلك طيب بزيادة، يعني ممكن حد يسرقك وانت تضحك له. آدم رد بهدوء وقال: الطيبة مش ضعف، بس في ناس لما تفتكر انك طيب تفتكر انك سايب. الفرق اني فاهم كويس امتى اوقف اللي قدامي من غير ما انزل لمستواه. الرد ده خلى اللي حواليه يبصوا له بنظرة جديدة. آدم مش ضعيف، آدم مسيطر، بس بطريقته. الفصل الرابع، المواجهة الحقيقية. واحد من المدراء اتكلم عليه قدام الفريق: أنا مش عارف أنت بتشتغل ليه أساساً، وجودك زي عدمه. هنا المشهد كله وقف. آدم أخذ نفس وبنبرة صوت قوية بس هادية قال: أنا مش هرد عليك بنفس طريقتك، لأن اللي بيحترم نفسه ما بيردش الإهانة بإهانة. بس خليني أقول لك حاجة، اللي مش شايف مجهود غيره غالباً عمره ما عمل مجهود أصلاً. القاعة سكتت، المدير ما عرفش يرد، ومن بعدها محدش فكر يهينه تاني. السر الثالث، الرد المحترم أقوى من الشتيمة. آدم عرف قاعدة ذهبية: لما ترد بأسلوب محترم أنت مش بس بتحمي نفسك، أنت بتعلم غيرك إزاي يتعامل معك. المتنمر بيبقى متوقع 3 حاجات: الأولى إما إنك تسكت، الثانية أو تنهار، الثالثة أو ترد عليه بغضب يدي له سبب يضحك عليك. لكن لما ترد بهدوء، بحكمة، بجملة موزونة، بتخليه يخاف مش يضحك. اللحظة الصادمة، المتنمر اللي انهار واحد من زمايل آدم اللي كان دايما بيسخر منه اختفى فجأة. بعد أيام بعت له رسالة طويلة: أنا آسف، أنا كنت متنمر عليك لأنك كنت قوي من جوه، وأنا ما كنتش كده، كنت بحاول أغطي على ضعفي
بإني أضحك على ناس أقوى مني. آدم وقتها فهم الحقيقة اللي بتوجع. المتنمر مش دايما شخص شرير، أحيانا هو شخص موجوع بس بيختار يؤذي بدل ما يواجه وجعه. الجزء الثالث، إزاي ترد على المتنمر بدون ما تخسر نفسك. الخلاصة العملية، خد بالك اللي جاي دلوقتي هو زبدة التجربة، نقط نفسية مدروسة هتخلي أي شخص يفكر مليون مرة قبل ما يتنمر عليك. 1. الرد الهادئ. الضعف الهدوء مش معناه إنك خايف، الهدوء هو تحكم وسيطرة ونضج. مثال، أنا مش مضطر أرد بنفس طريقتك لأن مستواي أعلى من كده. الثاني، التعاطف يكشف ضعفهم. في مرة شخص شتم آدم فرد عليه، واضح إنك موجوع من حاجة وأنا مش هزود وجعك برد فعل سيء. الناس انقسمت بين معجب وبين مصدوم، لكن الأهم المتنمر اختفى بعدها. الثالث، اسأل سؤال يحرجه بدل ما ترد عليه، زي مثلا تقول ليه حاسس إنك لازم تقلل مني علشان تحس إنك أقوى. السؤال بيفضح نيته قدام الناس ويكسر لعبته. الرابع، حافظ على نبرة صوتك. نبرة صوتك الهادية لو واثقة هتخلي أي شخص يتلخبط. الخامس، خليك دايما مجهز جملة جاهزة زي أنا آسف إنك شايف نفسك محتاج تهاجم علشان تحس بوجودك، واضح إنك بتتكلم عن نفسك مش عني. نقطة تحول تانية، لما تبقى قدوة آدم بقى مرجع. أي حد بيتعرض للتنمر كان بيسأله أرد إزاي، ومش لأنه كان أقوى واحد فيهم لكن لأنه اختار يكون أوعى واحد. لحظة الانكسار اللي علمت الكل بعد سنين، آدم شاف شاب صغير في الكافيتيريا بيتعرض للتنمر، الناس بتضحك عليه، بيتهزأ قدام الكل. آدم قام بص للناس وقال أنا شفت النسخة دي من نفسي زمان، وعمري ما هنسى إن اللي أنقذني كان شخص واحد بس قرر يوقف المهزلة. النهاردة أنا الشخص ده. راح للشاب، قعد معاه ودافع عنه، الناس سكتت وبدأت تحترم. في الآخر الرد على المتنمر مش بس إنك ترد عليه، الرد الحقيقي هو إنك تحافظ على كرامتك من غير ما تنزل لمستواه. خدها قاعدة، قوتك مش في رد الفعل، قوتك في اختيارك. وكل مرة ترد بوعي، كل مرة ما تنكسرش، انت مش بس بتحمي نفسك، انت بتعلم ناس تانية ان الطيبة مش ضعف، وان الاحترام مش ضعف، وان الرد العاقل اقوى من اي شتيمة. لو في يوم من الايام اتعرضت للتنمر وقررت تحمي كرامتك من غير ما تخسر نفسك، اكتب لي قصتك في التعليقات. ولو حابب تشوف فيديو اقوى عن ازاي تحمي حدودك النفسية، دوس لايك واشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير حياتك من جوه قبل ما يغير نظرة الناس ليك من بره.